السلام عليكم الفنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اموركم تكون كلها على خير وبخير. انا مريم وهذه قناتي. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون فيه روتين طلبيه ديال 2 كيلات الصابلي زوينين مطلوبين من عند الكليان. نقول لكم ثمن الكيلو وثمن العجنه، عدد الحبات، وغادي ندير معكم العجينه ديال الزبده مارغرين. الناس القدام كنقول لكم شكرا للدعم ديالكم، الناس الجداد مرحبا بكم في قناتي. خليوا لي واحد اللايك، كنطلب منكم انكم تدعموا لي القناه ديالي باللايك وبالتعاليق ولو قليب ولا وريضه، باش لا فيديو ديالي كيطلع عند الناس اللي مابونيه معاي وكيستافدوا حتى هما. وان شاء الله المعمول اولا الحلوه التمر غتكون فيديو بوحديته وعلى بركه الله. يلا معايا نشوفوا طريقتي في العجينه ديال الزبده مارغرين. سبق لي درت معكم زبده سبيسيال وزبده البواطه، ودابا زبده مارغرين. نقول لكم جميع الاسرار باش يجي معكم الصابلي زويون. غير ما تسربوش الفيديو باش تفهموني. عندي في واحد البول قبيصه د الملحه، رابعه الزبده مارغرين اي شكل نتوما ولا اي نوع كترتاحوا تخدموا فيه، كاس الزيت، كاس السنيده، الفاني بودر، فاني ساشي، 2 بيضات، 900 غرام ديال الطحين خاص بالحلويات. في البول كندير داك قبيصه د الملحه مع الفاني بودر والفاني سنيده وكاس ديال السكر. بغيتو تنقصوا من الحلاوه نقصوا من الحلاوه. صافي كندخل هاد المكونات هادو مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى كتدخل مع دابا الحال بارد. الا بغيتو ديروا الهاشوار ولا ديروا العجانه، المهم اي حاجه كتسهل عليكم انكم تدخلوا الزبده المارغرين. راكم كتعرفوها شي شويش قاصحه في هاد البرد. هنا غندير واحد الكاس ديال الزيت وكندخلو حتى ما كيبقاش كيبان، يعني كنديروا هاد المكونات حاجه بحاجه. دابا غادي ندير هاد 2 بيضات. هذه العجينه المعتمده عندي اللي ما كنبدلهاش في لي كوموند ديالي وكتعجب حتى الكليان. هنا في هاد المراحل اللي كنكونوا كنديروا هاد المقادير هادو من غير الطحين كنخلطوا كيف ما بغينا، كنعجنوا. المهم كندمجوا المكونات ولا بد ما تخليوش الزيت ولا البيض خارج شي على شي. هنا درت معلقه ديال الجليكوز كبيره باش تخلي لنا الصابلي مقرمش ملي يكونوا كنفينيوه ما يتهرسناش، كتساعد شويه على القرمشه وفي نفس الوقت ماشي بوحديتها ضروري. راه الطياب ديال الصابلي كيخلي ما امكن الصابلي يبقى مقرمش مده اطول. واللي بغى الصابلي رطب يدير سكر بودغ ولا سكر سبيسيال ولا غادي يدير نشا. هنا بديت كندير الطحين. هاد المرحله هذه كتعتبر من المراحل الحساسه اللي هي ان الصابلي ما كيتعجنش، غير كندخلوا الطحين برؤوس الاصابع. هاد الكميه كتهز 900 غرام، ولكن نتوما نزلوا كيلو. انا البول بحال بدات كتغلبني العجينه وانا نديرها فوق الرخامه صافي، وكنبقى نديها وكنجيبها. شفتوا داك الطحين وداك العجينه اللي طاحت كنبقى ندي ونجيب صافي حتى كتدخل. ولا دوزت صبعي كيبان لي واحد الخط اللي هو مرمل، دليل على ان العجينه ديالنا راها ناجحه. صافي العجينه ما تكونش مرخيه وما تكونش كتلصق في اليد وما تكونش قاصحه بزاف. صافي انا دوزت يدي كيبان لي الخط مرمل، كيكون هكا الصابلي بالزبده مارغرين. هذه هي العجينه ديالو. خليوه يبات ولا على الاقل خليوه يرتاح وممكن تخدموا به داك الساعه. انا على حسب الظروف ديالي كنت مزروبه راني كنخدمو في نهارو، ما كنتش مزروبه راني كنخليه كيبات وعاد كنخدم به من بعد. هنا كنقطع واحد الطريف باش نخدم الشكالات اللي عندي. صافي كنطلق الصابلي ما بين 2 بلاستيكات بواحد السمك كيكون متوسط، لانني ما غاديش نديرو رقيق 100% وما غاديش ندير وحده فوق وحده. ملي كتكون عندنا وحده فوق وحده راني كنطلقو رقيق، ولكن ملي كتكون عندنا هكا غير
صابليه وحده وفوق منها الشكلاط. فانا كنطلقوا بواحد المهم كيكون بسمك متوسط. هنا غادي نطبع ونوريكم معايا. صافي كناخذ هذا الشكل اللي دائري مدور، واي طابع عندكم داير راه صالح لهذا الشكل هذا. هذا الشكل هذا زويون كيعجب الناس في النظره ومباشره كيكون حسان من التصوير. صافي ملي كنبقى كنطبع ونبرك من الفوق، ديما كنجيب الصابلي بالنسبه للمبتدئات، وهذا هو السمك. صافي انا كانوا عندي جوج شكالات، كل شكل درت منه واحد 70 شكيل، 70 مره طبعته. وهذا هو الشكل الثاني. كيكون هاد الوريضه، هاد الشكيل هذا راه من شكالات جدادين، غادي نطيبو على السيلبات. كنطيبهم على عافيه متوسطه، على 180 ولا 170 بالنسبه للفران ديال الضو، ولا كان الفران ديال الغاز على عافيه بحال كطيبي الكيكه. صافي هنا راه كنصور بالليل، اللون ما باينش مزيان، ولكن راه خص الصابلي ديالك الا بغيتيه يبقى لك مزيان ومقرمش هو طيبيه على عافيه مهيله وحتى يتوحد اللون ويرجع لك ذهبي، يعني مذهب ماشي بيض. صافي غادي نحتاج في هذا الشكل هذا تعليك هذا الكراميل اللي عندي، غادي نخليها في اخر الفيديو، غادي تطلع لكم المعتمده عندي واللي كتعجب الكليان. وغنحتاج الشكلاط ارابيسك واللوز كونكاسي. صافي من ابسط هما الشكالات، غير فقط اللي كيكون صعيب في هذا الشكل هذا هو داك الارابيسك، هو اللي شويه كيعذب في الخدمه كيف ما كتعرفوا. صافي انا ما كندهنش بالبانسو لانه يقدروا داك الشعيرات يطيروا ويبقاو لك في التعليكه وهكا طيح في شي كليانه ويرجع عندها مشكل معك. اللهم كنديروا الاحتياط. هنا لصقت داك الشوكولا في الوسط، كنحطها في الوسط في المركز، وهذوك الفراغات اللي كيبقاو كندير لهم اللوز كونكاسي اللي مصوبه على يدي، لانه مشري ما كيطيحش اقتصادي وما كيسلككش مع كلشي رجع غالي، فكلشي رجعنا نديروه بيدينا. ما كرهناش حتى الشكلاط نصنعوه بيدينا. صافي وكان هذاك هو الشكل الاول، وهذا الشكل الثاني حتى هو كندير له نفس التعليكه. وممكن نتوما تبدلوا في التعليكات على حسب كليانكم نتوما شنو كيفضلوا. انا راني دائما كنقول لكم راه الكليان ديالكم كيولف على واحد المذاق، صافي كيرجع كيبغي داك البنه ديالو الاولى، واللي كياخذ شي حاجه كيرجع كيطلبها. صافي حتى هذا كندير له التعليكه في الوسط، ما كنخلي داك شويه ديال الصابلي ما فيهش التعليكه، المهم في الوسط على قد داك الشكلاط اللي لصق داك الموتيف. صافي كنكملو، وفي الوسط كندير هاد التخليطه اللي دايره فيها لي فخوي كونفي في الالوان مع اللوز كونكاسي كنشايط ليه، واللوز ايفيلي شايط ليه واحد الخدمه اللي كيكونوا بطبيعه الحال محمرين، وكنجمعهم بشويه ديال الجليكوز. مثلا كندير 3 المعالق ديال الجليكوز مع 2 معالق عامرين ولا 3 ديال العسل فوق البوطه، وكيغلاو. ملي كيغلى العسل مع الجليكوز كنلوح عليه لي فخوي كونفي والمكسرات، اللوز كونكاسي واللوز ايفيلي. وما تنساوش انكم ديروا شي ساشي د الفاني. كانت هذه الطلبيه ديال اليوم. بالنسبه لهذا الصابلي هذا كيخرج 90 درهم الكيلو، وممكن نتوما تحسبوه ما بين 80 و 90 على حساب نتوما فين كاينين. اما العجنه فراها كتخرج 140 حتى 150 نتوما على حساب المدينه. وكنصحكم دائما تمشاو على حساب السوق ديالكم. وهاد الحرفه ديالنا ولا هاد الصنعه هذه كتعتمد على انك تكوني مقضيه عندك المواد الاساسيه، تكون عندك في الدار بالجمله باش تربحي. اما الا كنتي غتبقاي كل ساعه كتخرجي وتجيبي كل قضيه كتجيبي كل حاجه بوحديتها وكل ساعه كتخرجي، فانت ما كتربحيش بزاف. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انك يعجبك. وإلا عجبك حبيبتي وصلتي معايا حتى للتالي ديال لا فيديو، خلي لي واحد اللايك
واللي بغى يشوف شي حاجه معايا في القناه يخلي لي شي تعليق. ما عدا الشباكيه والمعسلات راني ما كنخدمهمش من نهار اللي بديت، لانهم كيرونوا لي، المهم كيرونوا لي الدار وما كنبغيهمش، انا ما كنلقاش راحتي فيهم. فانا حاجه اللي كنخدم هي اللي كرتاح فيها، واللي ما كرتاحش فيها راني ما كنشدهاش. وهذا مكان. وخليوا لي كيف ما قلت لكم واحد اللايك وواحد التعليق زوين بحال وجهكم، وشكرا بزاف للدعم ديالكم.